السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلات ما ينفعش إن أنت تيجي هولندا أو أمستردام بالتحديد وما تاكلهاش. البطاطس، أجمد بطاطس هتاكلها في العالم كله حرفيا. عارفين الباكت ده يا جماعة عامل كام؟ تقريبا قول الوسط 7 يورو، يعني 7 في حاجة و50. يعني الباكت ده من 400 جنيه ل500 جنيه على حسب الحجم. بس دلع نفسك وكل بطاطس. ده أشهر محل بطاطس في العالم، اسمه مانيكا بايس. ده يا جماعة حاجة جامدة جدا جدا جدا. انت فعلا حس ان انت بتاكل بطاطس، يعني فعلا يعني بطاطس اصلا دي اصلها بلجيكي، ولكن دي انت هتاكل بطاطس فعلا جامدة جدا. وفي صوصات كتيرة جدا، اشهرهم صوص الترافل. وفي صوصات زي صوص الجبنة وصوص الكاتشب والمايونيز، وصوصات كتيرة جدا جدا. ولكن هتحس ان انت فعلا بتاكل بطاطس من عالم تاني. دي اول تجربة لازم تجربها، البطاطس. انت بتقف في طابور كبير جدا، لان هو فعلا زحمة جدا جدا جدا. وبعد كده بتاخد البطاطس بتاعتك، مكانه في السنتروم. وادي يا جماعة بنصور البطاطس اهيت. حاجة كده انت ما ينفعش تيجي هولندا من غير ما تجربها، ما ينفعش، ما ينفعش. ده بقى لو كان على ايام هنيدي ما كانش يعرف يشتري المحل ده. ده من اجمد الحاجات. مكانه فين؟ مكانه في السنتروم بالظبط يا جماعة. ادي هوت المحل بالتحديد، وادي الصوصات، وادي الباكيات، وسط وفي ميديوم وفي لارج. وطبعا يا سلام يا سلام لما بتاخد معاه مشروب، فعلا 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 بتحس ان انت فعلا اتغديت. وهنا طبعا هو بيشرح لك ان البطاطس اصلا ديت من مزارعهم، بطاطس جامده جدا. ان شاء الله انا في فيديو هوريك اغرب الاكلات اللي انت المفروض تجربها يعني. دي بيقول لك هنا البطاطس دي اصلا ديت من مزارعهم، وديت جميع الصوصات اللي هي موجوده، كل صوص موجود تتفرج عليه. لكن اشهرهم صوص الترافل. وفي عندهم نوع تاني من البطاطس عامل 3 اورو و50. يعني انت يوم ما تاكل بطاطس مش هتدفع اقل من 400 ل500 جنيه. بس فعلا فعلا وجبة هتشبعك، وجبة هتخليك من عالم تاني. طبعا يا جماعة ده محل البطاطس من جوه، ده اشهر محل بطاطس في العالم. فعلا اشهر محل بطاطس في العالم هو المحل دوت. مكانه فين؟ مكانه في السنتروم، اللي هو في وسط المدينة. تاني حاجة بقى اللي هي الهيرنج، اللي هي لازم تجربها. سمك الهيرنج ده من اشهر الاكلات في هولندا، من اشهر الاكلات في هولندا سمك الهيرنج. وهو تقريبا انا عاوز اقول لك ان هي رنجة نية، رنجة بياخدوها من الجنوب وبيدخلوها الشمال، وهي عبارة عن رنجة نية. السندوتش تقريبا عامل في حدود 5 أورو، يعني تقريبا في حدود 300 جنيه. ودلوقتي هدخلكم المحل وهوريكم الهيرنج عبارة عن ايه. في ناس بتاكله هيرنج ني، وفي ناس بتاكله تقول لك اقلهولي. وبصراحة طعمه هيعجبك، وما ينفعش تيجي هولندا الا لما تجرب ثقافتهم. انت لما بتسافر بتشوف الحياة وبتشوف اكلهم وثقافة الناس دي عبارة عن ايه. من ثقافة الهولنديين طبعا الهيرنج. هنا بيقول لك سندوتش عامل من 4 أورو أو 5 أورو، يعني فرنج مثلا 250 ل300. هنا هي بتفتح السندوتش وبتحط عليه الخيار والبصل والسمك اللي هو سمك الرنجة. هو بيكون ني. ادي يا جماعة سمك الرنجة هو زي ما انتم شايفين. سمك الرنجة هو ده سمك الرنجة. في بيحبوش كده فبتقول لك اقلهولي، فانت بتقليه وبتحط عليه الاضافات اللي انت عاوزها. في خيار، وفي بصل، وفي ناس بتقليه. حاجة كده من ثقافة الشعب الهولندي، من ثقافة الأكل الهولندي. ودي من أغرب الحاجات اللي فعلا أنت ممكن تاكلها أو مش متعود عليها، اللي هو سمك الرنجة الني، مش المملح.
سمك الرنجة الني. واحسن حاجة طبعا هما بينضفوا لك من السل، وادي هي سمك الرنجة. يا حلاوة سمك الرنجة، كفاية بس المنظر ده يفتح نفسك. كفاية انت ما تاكلش لكن تتفرج، حاجة كده في منتهى الروعة. كفاية اللي تقدم لك الأكل كم لحظات مع المنظر. تخيل انت كنت موجود هناك وبتعبي لك سندوتش. هو غالي شوية، يمكن يكون مثلا ب300 ل400 جنيه أو 450 مثلا، لكن فعلا تستحق التجربة. هنا بقى بيوريك السمك وموجود فين وعبارة عن ايه. وده على فكرة عليه طابور كبير جدا 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 عشان توصل له. فعلا بتحتاج وقت، يعني بتحتاج وقت فعلا كتير. وادي انواع برضك اسماك تانية، مش مملحة يعني، ولكن ملحها خفيف. اسيبكم مع المنظر. وطبعا بعد كده هوت لازم تحلي. هتحلي بايه يا باشا؟ تحلي بالوافل. الوافل جامد جدا جدا عندهم. تقريبا الوافل بيتكلف تقريبا 8 يورو، يعني فرنج مثلا 400 450 جنيه. يعني ممكن تاكل وافلاية واحدة بس تكلفك 500 جنيه. ولكن الوافل طعمه هنا حكاية. حاجة كأنك في استوديو وبتتفرج على المخبوز بيطلع قدامك وهي ماسكة واحدة واحدة. طبعا أشهر محل هناك اسمه ستروب وافل. ده محل من أقدم المحلات اللي بتبيع الستروب وافل. بعد كده طبعا لازم تجرب الجبنة. الجبنة ديت أشكال وأنواع. أنا مش عاوز أقولك، هي بتكون في أنواع كتيرة، منهم أنواع جوز الهند وأنواع الحلبة وأنواع جبنة بالريحان والفلفل الأسود والروزماري والجبنة المدخنة. وخلي بالك من الجبنة، لأن في جبنة بطعم الخمرة، وفي جبنة بالبيرة، وفي جبنة تانية بلحم الخنزير. فلازم تكون شايف قدامك. والناس دي طيبين قوي قوي يا خال. هتاكل جبنة لحد ما تشبع. هتاكل جبنة مش هتعرف الجبنة ديت هي دي أحلى ولا أحلى ولا أحلى. تعرف تاكل بقى جبنة هي بالبيستاشيو. في جبنة هي بالبيستاشيو جامدة جدا جدا جدا. ولا الجبنة ديت جبنة الماعز جامدة جدا جدا جدا. ولا الجبنة اللي بعديها جبنة الريحان، ولا جبنة الحلبة. هتاكل وهتشبع. وانت لو انت جاي وانت راجل بقى خلاص مش مظبط حالك، لازم تظبط حالك. لازم تاكل لحد ما تشبع وتقضيها، وكل ده ببلاش. وما تخافش، مش هتغسل المواعين. ما تخافش، جمد قلبك، لانك انت لو كنت في مصر كان زمان دلوقتي غسلت المواعين. فكل واديها وانسى الدنيا. بس خلي بالك من جبنة الخمرة وجبنة البيرة وجبنة اللي هي الجبنة اللي هي لحم الخنزير. في جميع أنواع الجبنة. تقريبا القطعة 20 يورو، يعني ممكن قطعة تخليها مثلا في قطعة صغيرة 1000 جنيه أو 1000 وكسور. دي من أغرب الأكلات والحاجات الجامدة جدا اللي أنت لازم تجربها. لو عجبك الفيديو يعني أتمنى لايك واشتراك وكومنت عشان خاطر يصلك كل جديد. واكتب لي في الكومنتات انت محتاج تجرب انه نوع من انواع الجبنة. ادي يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت معرض جبنة. معرض جبنة، شايفين حاجة كده يعني. انا مش هشرح ولا هتكلم، بس هي في منتهى الروعة. وبعد كده طبعا الحلويات والوافل حاجة كده جامدة جدا. انا هبعت لكم فيديوهات جامده جدا ان شاء الله المرحله اللي جايه. تابعوني عشان خاطر يصلك كل جديد في العالم. وانت في بيتك هلففك العالم، هلففك اي دوله انت عاوز تحبها، اي دوله عاوز تعرف ثقافتها، اي دوله او اي حاجه. وان شاء الله في انا باذن الله هعمل يعني شروحات لازاي تشرح الفيزا وازاي تاخد اي تأشيرة في العالم ان شاء الله. تابعوني
عشان خاطر يصلك كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.